بعد انتهاء الجولة الأولى من كأس إفريقيا، شهدت البطولة تألق عدة لاعبين شباب، لذا في هذه الحلقة سنشارككم أصغر اللاعبين المتألقين في كأس إفريقيا. هيا بنا لايك واشتراك لنبدأ. لامين كامارا لاعب سنغالي يبلغ من العمر 20 سنة، كان أفضل لاعب في إفريقيا عام 2024، قيمته 30 مليون يورو. لاعب نادي موناكو حاليا، خريج نادي أو أكاديمية جينيراسيون فوتبول، هذه أكاديمية سنغالية. إلياس بن صغير، لطالما نطق المغاربة هذا الاسم كثيرا، يلعب الآن مع نادي ليفركوزن. نشأ في أكاديمية موناكو، كان له أول هدف في تاريخ 12 ديسمبر 2022 حينما كان يبلغ 17 سنة. وقيمة انتقاله من نادي موناكو إلى ليفركوزن هي 10 مليون يورو. هذا الفتى من مواليد عام 2005. إبراهيم مازا، خريج أكاديمية هيرتا برلين، هذا اللاعب الجزائري صانع ألعاب محترف، لم يبلغ عمره 20 عاما و30 يوما. يلعب الآن مع نادي ليفركوزن، انتقل بقيمة 12 مليون يورو، وقفز مبلغ قيمته السوقية إلى 102 مليون يورو. ممتاز هذا اللاعب، وأبرز ما يؤكد لنا ذلك هو هدفه في شباك المنتخب السوداني. إبراهيم مباي، سنغالي، هو أفضل اللاعبين الشباب في نادي باريس سان جيرمان، يبلغ من العمر 17 سنة. إصابة اللاعب أوسمان ديمبيلي جعلت نادي باريس سان جيرمان يكتشف موهبته، وذلك ما يؤكده لنا هدفه أمام FC ميتز وفلامينغو البرازيلي في نهائي كأس انتركونتينال كاب. بلغت قيمته السوقية 20 مليون يورو، وهو وأكثر نادي طمع بحضوره هو نادي ريال مدريد ومانشستر يونايتد. نوح صديقي، لاعب نادي ساندرلاند، يبلغ من العمر 19 سنة، انتقل من أونيون برلين إلى نادي ساندرلاند بصفقة بلغت قيمتها 5 مليون يورو. هذا اللاعب من الكونغو يقدم أداء ممتاز في كأس إفريقيا، وذلك بهدفه الوحيد واليتيم للكونغو في كأس إفريقيا في الجولة الأولى، وهو أمام البنين. إذا لعب في هذا الموسم 10 مباريات، سجل 6 أهداف وصنع 5. لاعب متألق مع نادي ساندرلاند، نتمنى له التوفيق. نعود الآن إلى شمال إفريقيا، أين تقع بلاد التي تستقبل بطولة الكون 2025. نعم، نحن نتكلم عن لاعب كلوب بروج سابقا وساندرلاند حاليا، المغربي شمس الدين طالبي. انتقل من نادي كلوب بروج إلى نادي ساندرلاند بصفقة بلغت قيمته 22 مليون يورو. لعب هذا اللاعب أبرز سبب انتقاله إلى ساندرلاند هو الرباعية التي أسكنها في شباك الحارس كارنيسيتشي حارس أتلانتا. نعم، إذن هذا الموسم لعب 10 مباريات، سجل 11 هدفا وصنع 10. لاعب متميز، والآن قفز قيمته السوقية من 22 مليون يورو إلى 70 مليون يورو. ولا نبتعد سوى أمتار عن مولد اللاعب شمس الدين طالبي، نحن نتكلم عن بلال الخنوس، لاعب ولد في بلجيكا في نفس اليوم الذي ولد فيه شمس الدين طالبي. بدأ في أكاديمية جينك
البلجيكية، ثم انتقل إلى ليستر بقيمة 5 مليون يورو، ثم ذهب إلى شتوتغارت بإعارة لموسمين ولا يزال يلعب معهم بقيمة 20 مليون يورو. لعب 23 مباريات، سجل 6 أهداف وصنع مثلهم. أفضل لاعب صاعد في بلجيكا وعمره 20 سنة. كارلوس باليبا لاعب برايتون الكاميروني، يبلغ من العمر 20 سنة. انتقل من نادي ليل إلى نادي برايتون الإنجليزي بصفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو، وهي لا تزال تتصاعد. انتقل إلى برايتون في صيف 2023، سجل 70 هدفا مع برايتون وصنع مثلهم، يعني موسمان يتألق جدا، وذلك مع نادي برايتون في آخر مباراة ضد مانشستر يونايتد الذي صنع فيها هدفين. إذن لعب هذا الموسم 20 مباراة. في موسم 2025-2026 لعب 20 مباراة، كما سجل 7 أهداف وصنع 30 هدفا، يعني هذا في 20 مباراة. قبل أن يحدث كل هذا حصل على لقب أفضل لاعب صاعد في نادي برايتون، حيث بلغت قيمته السوقية 120 مليون يورو. عادل بولبينو الجزائر، خريج أكاديمية أتلتيكو بارادو ولاعب الدحيل حاليا، انتقل إلى الدحيل في سن 19. ارتفعت قيمته السوقية ارتفاعا لا يصدق، حيث كانت قيمته فاقت جميع الأسقف. ذهب إلى الدحيل ب5 مليون يورو وصارت قيمته 90 مليون يورو، وهو معشوق نادي مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا. نختتم حلقتنا بلاعب باري FC، إنه الجزائري المتألق إيلان قبال أو ميسي الجزائر، لاعب يمتلك قدم يسارية ساحرة. لعب 15 مباراة، سجل 13 هدفا وصنع 7، يعني أهداف ممتازة، بالإضافة إلى أنه حمل على عاتقه راية القيادة مع نادي باري FC. يلعب هو وسمير شرقي، لديه روح قيادية ممتازة، وهو يشارك الآن في كأس إفريقيا، وأبرز ما حدث هو هدفه الرائع.